اهلا بيكم ليله جديده من ليالي العظمه وعظمه. النهارده جايين باخبار جميله جدا وسعيده جدا على بعض محبين محمد صلاح طبعا. وبالنسبه كمان زي ما شفت في عنوان الفيديو، الاهلي والارقام القياسيه مع ولود او مولود عملاق جديد لحراسه المرمى في النادي الاهلي ومنتخب مصر، هو مصطفى شوبير. ولكن خلينا كده نبدا بدايه حلقتنا او بدايه عظمه النهارده وسهره النهارده بالنادي الاهلي وعظمة النادي الأهلي. ولما تيجي تقول النادي الأهلي فلازم تقول الأهلي يساوي عظمة، يساوي بطولات، يساوي أرقام قياسية بتتكسر كل شوية. قولها كده بأغنية حرفيا. ولكن النادي الأهلي بعد ما قدر يفوز على مازيمبي بالثلاثة في مباراة العودة في استاد القاهرة من نصف نهائي أو سيمي فاينال دوري الأبطال، يصل إلى الفاينل وللمرة الخامسة على التوالي. لو هتيجي تبص للنادي الأهلي طبعا 2017، ثم بعد كده بيغيب عن 2018، ثم بعد كده 2018، ولكن 17 و18 بيخسر من الوداد والترجي، ولكن 2019 بيخرج من سان داونز في ربع النهائي لو نفتكر مباراة الخماسية الشهيرة. ولكن بعد كده عينك ما تشوف الا النور. بعد ما الاهلي خسر 5، القاره كلها دفعت الثمن خساره ال5، ودفعت الثمن اللي عملته صن داونز وقتها. ولكن بعدها الاهلي يكتسح القاره حرفيا، منها 2020 وفاينل القرن امام الزمالك والقضيه ممكن قفشه، وقدر الاهلي يكون بطل افريقيا. ثم كايزر تشيفز والفاينل 21 والاهلي بياخد العشرة، وكأنه عادي على فكرة بياخد العشرة دورة رمضانية عادي. ثم 22 وفاينل الوداد من مباراة واحدة لو نفتكر، والظلم اللي وقع على النادي الاهلي بسبب انها مباراة واحدة وفي كازابلانكا، يعني قمة الظلم، والاهلي بيخسر مع احداث كتيرة جدا اتكلمنا عنها. ثم بعد كده في نفس الملعب ولكن في فاينل امام الوداد برضو 2023، ولكن هنا مباراة ذهاب وعودة. المباراة الأولى 2-1 الأهلي، ثم 1-1 في كازابلانكا في ملعب محمد عبد المنعم أو محمد مركب الخامس، علشان يقدر الأهلي يكون بطل لأفريقيا من تاني ويصل للقب ال11 وللفاينل الرابع على التوالي، ويقدر يقول ان السنة دي هو في الفاينل الخامس على التوالي والمرة ال17 في تاريخه. يعني الاهلي وصل 17 فاينل لدوري ابطال افريقيا، قدر ياخد البطولة 11 مرة مع 6 مرات خسر فيهم الفاينل. فارقام كتيرة قياسية الاهلي بيكسرها، وبيكسر ارقام قياسية مش ارقام اندية تانية، لا يا معلم، ده الاهلي بيكسر ارقام قياسية هو بيعملها. ولكن السنة دي بقى الوضع مختلف. الاهلي ما اصطدمش بالترجي، ما اصطدمش بالوداد، ولكن الاهلي يصطدم بغول افريقيا زي ما صحيفه فرنسيه او اعتقد فرانس فوتبول في التسعينات لقبت نادي الترجي التونسي الكبير بانه غول افريقيا. فالاهلي نادي القرن امام غول افريقيا في مباراه عمالقه او فاينل العمالقه حرفيا. الترجي نادي كبير، نادي عظيم، نادي يعني من 1919 بيحقق انجازات وتاريخ كبير. لو هتيجي تقول الاهلي تاريخه بطولات وعظمه وكسر ارقام قياسيه، فالترجي نفس الكلام، نادي الترجي التونسي برضو نفس الكلام، بيقدم عظمه كبيره، وهو نقدر نقول اللقب يبحث عن اللقب الخامس في تاريخه. في فرق طبعا ما بين البطولات، الاهلي 11 والترجي 4، ولكن القيمه نادي الترجي قيمه كبيره وجمهوره كبير، فبنقول لهم مليون مبروك صعودكم لفاينل دوري ابطال افريقيا. اما النادي الاهلي فاحنا لسه في العظمه بتاعته، خلينا نتكلم على الاهلي، ولكن بكره ان شاء الله تبقى في حلقه ناريه بالنسبه للاهلي والترجي وفاينل العمالقه هنتكلم بيه بكل اريحيه. ولكن حلقه النهارده بنتكلم على ارقام قياسيه النادي الاهلي قدر يحققها في دوري ابطال افريقيا، مع كمان مصطفى شوبير تتكلم في 7 مباريات، او بتتكلم يعني دور المجموعات. صاب شناوي ثم كمل بعد كده بالنسبه لي شوبير، فشوبير كمل الكلين شيت، ولكن شوبير اللي بيقدر يتالق ومفيش اي اهداف دخلت فيه.
مرماه. فهنا بتتكلم في ولود او مولود جديد بالنسبه للنادي الاهلي والمنتخب مصر، ومصطفى شوبير الحقيقه حارس ممتاز، حارس يمتلك موهبه كبيره وامكانيات كبيره. حته بس الكابتن احمد شوبير وفي الاعلام وهجوم جمهور الزمالك والكلام ده كله، ولكن لاعب كويس، لاعب متميز. اعتقد انه بنسبه كبيره جدا يكون اساسي في منتخب مصر كمان في حاله عدم جاهزيه محمد الشناوي حارس النادي الاهلي. ولكن مصطفى شوبير هو الاحق الحقيقه بكل تاكيد في وجوده في حراسه منتخب مصر في ارقام قياسيه. قدر كمان يحقق لاعب صغير زي كده، خد فرصته ومسك في الفرصه، فكل التوفيق لمصطفى شوبير. نختم بقى حلقه النهارده بعظمه محمد صلاح. بقى لنا كتير الحقيقه ما اتكلمناش على محمد صلاح، ولكن الفترة الأخيرة شفنا الأزمة الكبيرة ما بينه وبين يورجن كلوب، والمباراة اللي شفنا تغييرة في الدقيقة 80 وصلاح بينزل، فبنلاقي مشادة كلامية ما بين يورجن كلوب، بيروح يتكلم مع صلاح فصلاح يشد معاه، ثم بعد كده بنلاقي تصريحات يورجن كلوب الناس او الصحفيين بيسالوه فما يرضاش يتكلم، ويسالوا محمد صلاح فصلاح يقول انا لو اتكلمت هولع النيران والكلام بتاعي هيشعل النيران. ولكن هنا الصمت كان موجود، او نقدر نقول الصمت لغة العظماء بالنسبة ليورجن كلوب او لمحمد صلاح. ولكن اخبار متداولة بشكل كبير جدا على محمد صلاح، هيكمل ولا رايح فين، هيرجع هيروح السعودية، كلام كتير. ولكن خبر مؤكد بنسبة تتخطى 99% ان محمد صلاح هيكون مكمل في الصيف القادم لليفربول. اما يورجن كلوب فكلنا عارفين انه خلاص اخر موسم ليه مع ليفربول. اما محمد صلاح اما يورجن كلوب فهو كده خلاص هيرحل اخر الموسم، ومحمد صلاح ان شاء الله مكمل مع ليفربول في الموسم القادم والصيف القادم. اما اتجاه محمد صلاح للسعودية او لاي دولة تاني او اي دوري تاني، فاعتقد ان الوضع في الوقت الحالي هيكون صعب ان صلاح يروح دولة عربية زي السعودية او اي الكلام اللي كان بيتقال دوت. ولكن كل شيء موجود وكل شيء بيتغير في لحظة. ولكن هل صلاح هيكمل في ليفربول فعلا، ولا ممكن نروح دوري اسباني، ولا ايه الدنيا اللي تمشي فيها؟ ولكن بنسبة كبيرة صلاح مكمل في ليفربول الصيف القادم. كفايه عظمه لحد كده في ليله من ليالي العظمه. اتمنى تكون سهرتنا النهارده عجبتكم، ليله جميله من ليالي العظمه. استنوا حلقات جايه كتير من العظمه، تشبع اللايك والشير. واول مره تشوفني انزل اشترك في القناه، واوعى تنسى تفعل الجرس يقول لك كل جديد